ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى نعمل احلى بيتزا النهارده للغدا بقى للعشاء. تنفع سناك كده وانتم قاعدين قدام التلفزيون، تنقنقوا فيها كده. حلوة قوي، هشة وطرية وخفيفة. ممكن تعملها بأي حاجة موجودة عندك. شوية جبن وشوية خضار ماشي. حتة لحمة مفرومة عندك متعصجة ماشي. حتة فرخة، صدر فرخة، أي حاجة تنفع معاها وهتبقى حلوة قوي، وكله يبقى حلو من ايديكوا زي العسل. ولو اول مرة تشوفيني حبيبة قلبي، اشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد، ولايك وشير عشان الكل يستفاد. قبل ما نبدأ سموا بالله وصلوا على الرسول، ويلا نشوف معانا مقادير ايه. انا معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق، عشان انا هعمل 2 بيتزتين. لو هتعملي واحدة حطي كوباية ونص بس من الدقيق. معايا كوباية لبن وعليها نص كوباية من المية، ومعايا معلقة سكر كبيرة ونص معلقة صغيرة ملح، وكيس خميرة فورية، و5 معالق من الزيت، زيت عادي جدا. لو حابة تحطي زيت زيتون ماشي، لو متواجد عندك يعني عادي. مفيش خلاص. اول حاجة هحط معايا كده السكر والملح على اللبن بتاعي والمية، وهقلبهم كويس جدا كده. زي ما انتوا شايفين اللبن بتاعي انا كنت طلعته من التلاجة يفك، حتى هو فيه فتافيت كده من السمنة على قشطة. هو كان لبن بخيره كده. فضيت عليه كيس الخميرة الفورية، يعني معلقة كبيرة، معلقة كبيرة خميرة فورية. وهنقلب كويس لحد ما الخميرة تدوب والسكر والملح. هنزل بيهم على الدقيق. دول 3 كوبايات من الدقيق، وانا حطيت عليهم رشة زعتر بس ما جاتش معايا في الفيديو. بس بحط الزعتر الاكتر بقى في الصلصة بتاعة البيتزا. هنا انا حاطه رشة خفيفة خالص حتى مش باينة معايا في الدقيق. وهقلب بقى بالمعلقة كده كويس لحد ما امزج الدقيق مع اللبن والمية بقى اللي انا حطيته والخميرة والسكر، كل المكونات كده تمتزج مع بعضها زي ما انتوا شايفين بالمعلقة. انا حسيت ان هو هيحتاج النص كوبايه التاني فهفضيه برضه هون. انا كده فضيت الكوبايه ونص عليهم، على ال3 كوبايات من الدقيق. ممكن تحطي علبه زبادي وتكملي ميه. او عندك شويه لبن رايب، عندك اي لبن واخد عندك في التلاجة برضو بينفع، كل حاجه بتنفع. بعد كده هبدأ اعجن فيها كويس زي ما انتوا شايفين كده بايدي كده، وهتوه الدقيق كله. هنا الكاميرا ما كانتش مظبوطه معايا. وحطيت 5 معالق من الزيت اخر حاجه بعد ما الدقيق اختفى معايا. حطيت 5 معالق من الزيت. بتنعم العجينه وبتبدا العجينه تسيب من ايدي، وبفضل اخدم فيها كويس لمده 10 دقايق. لو عندك عجان استخدميه، لكن انا ما عنديش بقى للاسف عجان، ادعولي اجيب واحد. فبفضل اعجن كده بايدي لمدة 10 دقايق. تخدمي العجينة كويس تبقى ناعمة معاكي ومطاطية وبتلزق كده زي ما انتوا شايفينها معايا كده. بصوا، هي مطاطية كده وطرية كده معايا زي ما انتوا شايفين. بخدمها كويس عشان ما تبقاش مشققة وتبقى ناعمة وحلوة كده. وهي كده جهزت معايا. انا هغطيها بقى واسيبها تخمر، ما بتاخدش معايا وقت خالص عشان الجو حر. هشوف بقى معايا ايه للحشو. انا معايا هنا ده ربع كيلو لحمة انا معصجاه، وانا عصجته معاكم كتير قبل كده. على طماطمية وقرنين شطة وبصلاية وعصجته. معايا طماطم وفلفل، ودي جبنة. الجو حر شايفين ساحت ازاي. انا مطلعاه من بدري من الفريزر. ومعايا زيتون اخضر واسود. وهنا البهارات بتاعتي بقى توم باودر، بصل باودر، زعتر، ومعايا بابريكا وملح وفلفل اسود. والطماطم بتاعتي دي كوباية عصير طماطم انا مصفياه، وكنت ضاربه معاه قرن فلفل احمر في الخلاط وصفيته. طاسه بقى على النار، وجبت كده فص توم بشرته بالمبشره بتاعتي الصغيره الحلوه دي. هبشره كده اعزز بس طعم التوم شويه. انا حاطه توم بودره، بس انا ايه حابه ان انا اعزز طعم التوم شويه معايا. وهشوحه كده، وهنزل بالبهارات بتاعتي اقلبها تقلبتين. الريحه بتاعتها كده تطلع بس معايا. اديها تقلبتين كده، الزعتر بقى ريحته تطلع والتوابل بتاعتي الحلوة دي. وهنزل بكوباية عصير الطماطم على طول زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بالطماطم بتاعتي وهسيبها تتسبك بقى براحتها كده. اديها تقليبة وهسيبها تتسبك كويس معايا زي ما انتوا شايفين كده. هي هتتقل بقى. هي تقلت معايا اهي واتسبكت زي العسل، شايفين تقلت معايا ازاي.
وتسبكت ولونها حلو. ممكن تحطي معلقة معجون صلصة بيوريه لو عندك، مفيش خلاص انا ما حطيتش صلصة ولا اي حاجة. والعجينة معايا جاهزة اهي. ما كملتش 10 دقايق عشان الجو حر ولقيتها خمرت معايا. هبدأ اقسمها بقى الكورتين، بس واحدة اكبر شوية وواحدة اصغر شوية، لان انا هستخدم الصواني اللي هما التلاتة في قلب بعض بتوع البيتزا. هاخد الكبيرة وهاخد الوسط، هاخد الاتنين، هاخد الصينية الكبيرة والصينية الوسط، هعمل فيها البيتزتين بتوعي. اهي كورة اكبر من كورة التانية، واحدة كبيرة شوية واحدة اصغر منها شوية. دول الصينيتين بتوعي، واحدة كبيرة واحدة اقل منها حاجة بسيطة خالص. هبدأ بقى احط الكورة الكبيرة هنا والكورة الاصغر شوية في الصينية الصغيرة. ادي الاول كده مسحة زيت علشان بس ايه اتأكد ان هي مش هتلزق معايا. مسحة خفيفة كده بالفرشة بتاعتي في الصينيتين الاتنين. وهجيب بقى العجينة بتاعتي، هحط الكرة الكبيرة هنا والكرة الاصغر في الصينية الاصغر طبعا زي ما قلت لكم. وهبدأ بقى ان انا افردها بايدي كده. لو لقيتيها بتلم هتسيبيها 5 دقايق وترجعي لها. انا لقيتها بتلم وفعلا سبتها 5 دقايق ورجعت لها تاني. او اضغط عليها تاني ابططها بايدي كده زي ما انتوا شايفين. برضو حسيت ان هي بتلم، سبتها 5 دقايق تانيين ورجعت لها. كل ما بتريح العجينة بتفرد معاكي بسرعة وبتريحك، مش بتغلبك خالص. انا فردتها زي ما انتوا شايفين كده. هفرد الاتنين بنفس الشكل ده، اسويها خالص كده لحد الطروف تبقى قد الصينية كلها يعني. ما تسيبيش فراغات خالص، سويها هما هيبقوا بالظبط كده على قد الصينيتين بالظبط. بصي زي ما انتوا شايفين كده انا فردتهم. بجيب الشوكة بقى وببدأ اخرمها كلها زي ما انتوا شايفين عشان ما تقبش معايا لفوق. انا كده بخرمها كلها بالشوكة زي ما انتوا شايفين كده. كده مش هتقب معايا ولا اي حاجة، لازم اخرمها كلها كده. الاتنين هعملهم بنفس الشكل. هجيب الصلصة بتاعتي الجميلة دي بعد ما جهزت وهبدأ ادهن الوش بالفرشة. ادهنه كويس جدا من الطروف بقى ومن النص كده. هديها كلها صلصة الحلوة دي، تبقى طعمها حلو قوي. لو عجبتكم الوصفة ياريت تكتبولي في التعليقات، واي دعوة حلوة منكم كده. بصوا بقى انا دهنتها كلها اهي زي ما انتوا شايفين. يا ريت تجربوها هتعجبكم قوي والله، وسهله. انا مش حاطه مكونات كتير، انا بحاول ان انا اعمل لكم اقل مكونات والطعم بيبقى برضو حلو جدا. وباي حاجه من البيت، حاجات اقتصاديه وتكفي معاكي عدد كبير من الافراد، وبرضو بتطلع حلوه قوي. مش معنى كده ان احنا بنحاول نخلي الحاجه اقتصاديه شويه عشان احنا مش كلنا عندنا نفس الحاجات دي، او كلنا مقدرتنا يعني ان احنا نعمل ايه حاجات كتير. يعني في ناس بتحط ربع كيلو لحمة بتزاية واحدة، في ناس بتعملها بالجمبري، في بالتونة، في بالفراخ. كل واحد على حسب امكانياته اللي عنده في البيت برضو او اللي يقدر يشتريها. فاحنا بنحاول ايه ان احنا نخلي الحاجة اقتصادية، طعمها حلو وشكلها حلو وتكفي معانا الاسرة كلها وبألف هنا وشفا. انا كده جهزتها زي ما انتوا شايفين كده. الاتنين عملتهم بنفس الشكل. انا هدخلهم الفرن وبعدين هحط الجبنة بعد ما تستوي وادخلها دقيقة واحدة. بصوا انا كده رحت عند الفرن، هي استوت معايا. البيتزا كده استوت، بس انا هنزل بالجبنة اللي ساحت معايا دي وبقت ايه ما يعلم بها الا ربنا. انا طلعتها من بدري والشقة عندنا هنا حر نار، مسكت في بعضها كده وساحت خالص مني. شوفوا عشان كده هي مش مظبوط. دخلتها دقيقة واحدة الفرن وطلعتها زي ما انتوا شايفين بالشكل القمر ده. هجيب القطعة الحلوة بتاعتي دي، هي شبه العجلة كده، او بالسكينة اي حاجة. ايه هقطعها بقى زي ما انتوا شايفين كده لمثلثات. انا دخلتها الفرن دقيقة واحدة بعد ما حطيت الجبنة عشان هي كانت استوت. الجبنة تسيح بس وتخرجيها تاني على طول. وببدأ بقى اطلع حتة كده الجبنة سايحة وجميلة، بس ايه ما تطلعوش الجبنة لو الجو حر عندكم بفترة كبيرة زي ما انا عملت، عشان الجبنة تبقى متوزعة صح، بتبقى سايحة اكتر ومطاطية اكتر ومدية شكل اجمل من كده بكتير. وهي بيبقى طعمها حلو، والعجينة والله قطنية وهشة وجميلة جدا. ويا رب تجربوها وتعجبكم. مع السلامة.